بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول في حديثه الصحيح: إن السماوات والأرض وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. والعلم الشرعي لا بد من أخذه عن أهله، العلماء العارفين الجامعين للعلم والمعرفة والتربية والسلوك. وهذا الأخذ سنة متبعة ولها أصل أصيل في الكتاب الكريم، من حكاية الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى عندما ذهب للقاء الخضر عليه السلام، وقوله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وسلفنا الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ الصحابة عنه أدل دليل على أن العلم الشرعي الذي يعني يتكلم أو يتحدث عن الحديث والفقه والتفسير وأصول الديانات لا بد من أخذه عن أهله ومشافهتهم ومشامة الرجال العارفين، وأن تجلس بين أيديهم وتأخذ عنهم وتسلك مسالكهم لكي يفتحوا لك مغاليق العلوم. قال في النظم: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. والإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس من أهل العلم وأهل المعرفة وأهل التربية وأهل السلوك، وما أخذ علمه ومعرفته وسلوكه إلا عن الشيوخ العارفين الجامعين بين العلم والتربية. وكان من أبرزهم والده الإمام عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف الملقب بالعيدروس، الذي هو يعني قطب الأولياء أو رئيس الأولياء وإمام أهل التصوف في عصره، الذي كان إماما جامعا مع الصدق والديانة والورع. ومن أبرزهم كان الإمام علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف عم الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس، الذي أخبره وهو في مقتبل العمر أن وفاته سيكون في هذه البلدة، فكان كما قال رحمه الله تعالى. وكان من أبرز من تربى على أيديهم وأخذ عنهم الإمام الجامع بين العلم والعرفان سعد بن علي مدحج، هذا الإمام الجليل الكبير الذي كان على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، ومقتد كان على نهج الكتاب والسنة والشمائل النبوية رضي الله تعالى عنهم. وكان من أبرز الأئمة الذين أخذ عنهم سيدنا الإمام العيدروس الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل، الذي كان إماما جامعا للفقه والحديث وعلوم القوم. وكان من أبرزهم أيضا الإمام محمد بن أحمد بافضل صاحب العدة والسلاح في مختصر في باب النكاح وغيرها من المؤلفات التي يعني أشادت به كعالم فقيه جامع بين النقل والعقل. وكان من أبرز الأئمة أيضا الذين أخذ عنهم الإمام العيدروس يحيى بن أبي بكر العامري صاحب بهجة المحافل،
والإمام الحافظ الكبير شمس الدين السخاوي الذي أجازه، وأيضا ترجم لوالده في كتاب الضوء اللامع، وهو من أبرز تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني. والإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس كان لما أنه لم يأخذ عن بعض الشيوخ الذين كان عليهم مدار العلم في عدن المحروسة، يعني أخذ ونهل عن أمثال عن الشيوخ الذين تتلمذوا على أيدي هذين الشيخين أبو شكيل وباحميش، اللذان كانا في هذه البلدة، وأخذ عنهم كثير من علماء عدن، من أبرزهم بافضل وعبد الله بن عمر بامخرمة، والذي بدوره الإمام العدني قد أخذ عنهم مع تقاربهم في السن، فأخذ عنهم ويعني وعرف مناهجهم في الفقه والعرفان، وهم أيضا بدورهم قد عرفوا له مكانته وعلمه ومعرفته، وأدعنوا لولايته واحترموه وعظموه وأشادوا به وذكروا فضائله. ويعني الناس قد اجتمعت حول الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس فأخذوا عنه ونهلوا من معينه. ونحن طبعا نروي بدورنا عن الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس من طريق كثير من مشايخنا، من أبرزهم سيدنا الإمام أبو بكر العدني من بن علي المشهور رحمه الله تعالى، وهو يروي عن الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وهو يروي عن والده الحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف، وهو يروي عن الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي، وهو يروي عن الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، وهو يروي عن الإمام عبد الرحمن بن علوي مولى البطيحاء، وهو يروي عن الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، وهو يروي عن الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وهو يروي عن الإمام القطب محمد بن علوي السقاف، وهو يروي عن الإمام القطب عبد الله بن علي صاحب الوهط، وهو يروي عن الإمام الكبير شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس، وهو يروي عن والده، وهو يروي عن الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العيدروس. والكلام على الشيوخ الذين عرفهم وأدركهم الإمام العيدروس طويل الدين لا يتسع لنا في هذا المقام أن نبرز الكثير من أحوالهم. الحاصل من هذا كله أن هؤلاء الأئمة الذين أدركهم الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس نهل من معينهم وأخذ عنهم، وكان له الحظوة في العلوم والعرفان بسبب أنه قد تلقى علومه عن الشيوخ العارفين الجامعين. ولله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.